الخروف لباني، في البداية نرش عليه ملح. ريحتها خنينة. خلط يا مخلط في كل قطعة موجودة. خلطة الشو العماني هي عبارة عن خل عماني مخرص لمدة 40 يوم، زائد بهارات مشكلة، زائد ملح، ثوم وكزبرة، وخلطة الصبار، وخلط يا مخلط كل شيء مع بعض، وصارت أحلى نكهة. شوانة بالشوع، وعشان تظهر ريحته لازم كذي. الوخيفة خرسناها في ماي عشان ما تحترق علينا. في القاع حط الشوع، ثم صف اللحم صف. لحم ثم ختمها بالشوع. الحين جالسين نطوي الخيشه عن تتبطل علينا. بالسيم نطويها طواي. بسم الله. الحين نطوي الخيشه عن تخترب علينا. والله اليوم فاجئتني يعني بشجاعتك هذا. وعقل الحطب في التنور، ولع النار وانتظر الحطب لين ما يجمر، ونعقل الوخيفه على اليمر نغطي عليه ونلتقي باكر. وبعد مرور نص يوم عشان التنور. بسم الله. افتح الستار وشاهدنا نوار. تتوقع مستوي ولا بعده ني؟ الشوى العماني على خروف لباني. مستوي زبده. ايش ابيض؟ ما شاء الله العيش نهري. ما شاء الله منتهي. ما شاء الله شوف كيف ذايب. والله الله منتهي على الاخر.